من ساعات قليلة رحل عن عالمنا إمبراطور السيارات في اسكندرية اللي غير مفهوم كلمة جراج في القاموس وخلاها متحف سيارات. أغنى راجل في اسكندرية مستر ميشيل أحد. بدايته كانت من الصفر، يعني زي ما بنقول ما اتولدش في بقه معلقة دهب، واختار إن الأدوات الكهربائية تكون مصدر أكل عيش، وخد محل متر في 2 متر في شارع السبع بنات في اسكندرية. كان دايما متفائل وبيحب الحياة، فعشان كده ربنا كرمه وفتح بدل محل 2 و3، واشترى أول عربية بالقسط في الخمسينات وكانت نوعها رينو. كلنا أحلامنا في السما، لكن ميشيل كانت أحلامه على الأرض على هيئة 4 عجلات، يعني أي عربية نفسه فيها هيجيبها لأنه كان غاوي عربيات. ولما ربنا كرمه وخد توكيل باتشينو للأجهزة الكهربائية، وبدأ اسم ميشيل يكبر وثروته تكبر، وبدأ يحصد مئات الملايين، بدأ إنه يشتري ويجمع عربيات من أغلى الماركات في العالم زي فيراري وبوجاتي ورولز رويس وغيرها من الماركات. وكمان كان لما بيشتري عربية كان بيطلب تعديل فيها، ما هي مش اي حد هيركبها. لحد ما ميشيل عمل جراج، بس هو مش جراج، ده متحف بيجي يزوره اي حد محب للسيارات. ميشيل كان محبوب جدا لانه كان بيتعامل مع الناس بمبدأ ان الغفير زي الوزير مفيش فرق، فالكل كان بيحبه. وكان صديق للفنانين زي فريد شوقي واحمد زكي، وكان العيد بتاعه يوم مهرجان اسكندريه عشان ياخد الفنانين في جوله في اليخت بتاعه ويفرجهم على جمال اسكندريه. ومحمد رمضان اشترى منه عربيتين، ودي كانت غريبه لان ميشيل اتعرض عليه فلوس كتير انه يبيع كام عربيه من اللي عنده، لكنه رفض. لكن نمبر 1 ليه مكانه خاصه عند ميشيل. لو حطيت في أول كفة للميزان التفاؤل والنجاح وحب الناس وعشق السيارات والفن، يبقى أكيد الكفة التانية هتكون مستر ميشيل. وداعا مستر ميشيل.